هنبدا بايه فنيا النهارده مباراه الاهلي وحرس الحدود؟ نبدا بنجم المباراه اه مان اوف ذا ماتش وافضل لاعب في الاهلي سواء مباراه النهارده او حتى مباراه الزمالك. دايما يا كريم وتحت دايما في جمله بنحب نقولها لما يكون لعيب نجم المباراه طريقا على اللي يقول محمود، يعني بيقول لك دايما الواضحات لا تحتاج الى توضيح والمجيد يستحق المديح. السلام. فانه اشرف بن شرقي جامد ده واضح، مش محتاج احنا نوضح، هنشرح فني ليه. لكن هو عشان هو مجيد فاستحق ان احنا نمدح اداء اشرف بن شرقي النهارده ونديله الكريدت على اللي عمله النهارده. وانا بالنسبه لي هم جزئيتين، جزئيه الهدف دي في حته وتحركات الراجل وشغله، وان هو طول الوقت كان نقطة مهمة جدا. مارسيل كولر عنده تخوف، وهو عشان عنده تخوف دايما هنيجي في اخر الحلقة كده نتكلم على ايه المشكلة اللي عند الاهلي دفاعيا يا كريم ناحية الشمال. فهو عشان عارف ان عنده مشكلة دفاعية ولا يثق في قدرات كريم الدبيس الدفاعية، فطلب من كريم الدبيس معظم الوقت انه ما يزيدش. فبقى اشرف بن شرقي كل المواقف اللي هجيبها لك بيروح في موقف 1 على 2 1 على 3. والغريب والاجاده فين جايه منين؟ انه كان بيعدي وانه كان بيروح ليه؟ فارق الجوده، فارق الجوده واضح جدا. فالراجل كان بيشتغل لوحده في الجبهه الشمال، وده دايما اللعيبه اللي تمنها فيها. فنبتدي دي اول لقطه، وهجيب لك بص هنا مروان دايما هو اللي بيروح ناحيه الشمال عشان يامن الدبيس تاني بسبب التخوف الدائم دايما من الراجل. هتلاقي انه بص هنا الكره دي كمل العب على طول. بص هنا انا هجيب لك الموقف الاولاني، الراجل رايح في موقف 1 على 2، الموقف يكاد يكون يا محمود لما يجي كمان من الزاويه اللي بعديها يكاد يكون فرصتك انك تتجاوز اللعيبه منعدم. الراجل بمنتهى البساطه، هجيب لك التكنيك كمان، الراجل راح واقف وعامل ستريتشنج وراح معدي، ودي كانت اخطر فرصه للنادي الاهلي بعد الفرصه الاولى لجراديشار في العارضه في الشوط الاولاني. اول هجمه منظمه اللي بعديها بص الراجل رايح لوحده، ده النقطه اللي كنت بتكلم فيها من شويه. طول الوقت الراجل بيشتغل لوحده على الخط، والكادر ده موضح جدا. كريم الدبيس فين في الكادر يا محمود؟ مش موجود أصلاً. ليه؟ لان المارسيل كولر مديله تعليمات ما تزيدش، ومع ذلك الاهلي اتضرب منها بهجمه مرتده. الزمالك نفس الامر، الراجل هيروح هيعدي، مره يعدي لجوه مره يعدي لبره، وده الفارق لما يكون عندك الحلول والتكنيكاليتي. فاشرف بن شرقي كجناح هو عنده كل ده، هو لعيب شامل قادر انه يشتغل على الخط ويروح يشتغل ويحط كروسس بوش رجله الخارجي لانه لعيب ايمن، قادر يشتغل انسايد زي الكره اللي جبناها من شويه، قادر يشتغل في كره الهدف. روح اللي بعده، الراجل هيعدي هيروح يحط الكره كروس، كوره اللي هتعدي هجمه خطره جدا للنادي الاهلي. وخلي بالك هي دي كل هجمات الاهلي بالمناسبه. الشوط الثاني مين الراجل الاوحد فيها؟ اشرف بن شرقي. اللي بعده هو اخر ربع ساعه كان بيلعب هات الوسط من وقت ما نزل. اللي بعده يلا الكروس، كوره بوش رجل خارجي، نفس القصه. وسام اللي لو كان موفق النهارده كانت الامور بقت اهدى كتير والاهلي كان خلص كل ده بدري جدا. اللي بعده دي الكره اللي بعديها كره تصويبه شالها الزنفولي. كل الكرات بتصويب مباشر بالقدم اليمنى بوش القدم الخارجي، كروسز كلها بطلها اشرف بن شرقي. اللي بعده خلاص دي اخر لقطه قبل اروح للجون بقى. الجون بالنسبه لي في لقطه عادي جدا الناس تاخد بالها منها، الراجل نازل وسط الملعب بدل ما احنا كل اللقطات اللي جبناها دي الراجل بيشتغل فين؟ ناحيه الشمال. الناس الغلبانه اللي زي كل الناس انا اول الناس مستشرف في الاعلام اللي هو دخل في نص الملعب وبعد كده دخل في عمق منطقه الجزاء. ودخل كام؟ انت بتحلل بقى انا جامد جدا، ده رحت في حته بعيده هيجي هنا. لا قال لك دي الحاجات العاديه، هو لسه هيودينا الحاجات بقى اللي مش عاديه. اللقطه اشرف بن شرقي كان ليه كوره في الدقيقه 70، أيوة. كره طوليه اتلعبت، جه اشرف يستلمها بنفس وضعيه الجسد اللي استلم بيها الهدف، الكره راحت نازله على ايده. هبقى اللقطه اوريك وهو عشان لقط ومركز في الجيم وهو بيستلم راح حاطط ايده ورا ظهره وهو بيستلم، رغم ان هي وضعيه غير انا تصورت في الاول انها هتبقى لمسه يد الجول. لا ما هي ما بقتش ليه لمسه يد عشان هو مركز. تعال نجي نشوف الاول لقطه الجون. يلا ماشي الكره طبعا الراجل استلم الكره ملاها ان ما حدش بيلعب كره من وسط الملعب، دخل الراجل هو اللي اشتغل من وسط الملعب، حط الكره لعمر كمال. هات الفريم اللي بعده، الكره هتتحط مش هتبان من هنا اللقطه اللي انا قصدي عليها، هي هتبان في الواسع في الكلوز اللي بعده. الراجل قفل الكره باستلامه بصدره وراح حاططها ببطن رجله. هات اللي بعديها على طول الكادر اللي بعده كمان واحده برضه هنا استلم خلاص. بص ايده فين؟ ايده ورا ظهره، هتبان بتتكلم في الكادر اللي بعده ايوه هو الكادر ده. بص ادي اهي الثانيه كمان فريم اول ما يستلم بس ايده ورا ظهره. ليه عمل هنا بقى في الكره دي كده وحط الكره ورا ظهره عشان ما يبقاش فيها لا شبهه. وضعيه الكره صعبه جدا، وضعيه الكره كان لازم يكفي بلغه الكره كده يكفي صدره لقدام عشان الكره تنزل تحت ما تهربش منه او يستلمها لقدام.